عمر بدون اي مشاكل، فرصه كويسه ان اللاعب سنه صغير عشان يقدر يتعود ويتاقلم على الوضع. عمر عمل عقد مع نادي ريال بيتيس بشروط خرافيه ومميزه للنادي الاهلي ومحفزه للاعب كمان. العقد هنا هيبتدي في يناير 2025 بقيمة مالية 250 إلى 300 ألف دولار، وللعلم لو شارك عمر في 10 مباريات الأهلي هياخد 100 ألف دولار، وكمان في نسبة إعادة البيع الأهلي هياخد نسبة مش أقل من 25%. وضيف على ده كمان أن عمر لو فكر يرجع مصر الأولوية هتكون للنادي الأهلي. عايز أقول حاجة كمان، ان عمر ما كانش بيتعالج بس في فترة التأهيل بتاعه، ده كان كمان بيتعلم اللغة الاسبانية، وده طبعا لما اتأكد وعرف ان ريال بيتيس مصمم ان هو يشتريه لانه مؤمن بموهبته. عمر هيكون ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الاسباني بعد احمد حسام ميدو لما راح سيلتا فيجو، وبعد عمرو طارق لما لعب في ريال بيتيس. في النهاية نتمنى التوفيق لعمر في رحلة الاحتراف، وان شاء الله باذن الله هيعمل مسيرة كبيرة جدا لان هو لاعب موهوب ويستحق كل اللي بيحصل معاه ده.